ايه تفضلي ست غدير. هي الاستراحة المرضية موقعة من لجنة فحص الموظفين أصولا مثل ما أمرتي. إلك عندي شي تاني يا بعدي؟ وليش هيك رميتي لي اياها؟ أنا رميت لك يا حبيبتي؟ اجت بوشي. لا تواخذيني الله يوفقك، أنا كان قصدي ارميها بخلقتك، قامت بالغلط خبطت بوشك. وليش عم تضحكوا انتو؟ نحن ما عم نضحك، بس عم نتفاعل مع الحدث، ما هيك أنسة ديما؟ أجل، وهنا تكمن أهمية التفاعل مع الحدث في هذا المكان والزمان. يا ريت توفري لي نظرياتك واشتغلي انت وياها بلعي، وانت استنيني هون لبين ما ارجع. صباح الخير مدام سماح. صباح الخير أنسة غدير. كيفك أبو فاضل؟ الحمد لله. حماتي بتحبني، جيت بوقتي لحتى ذوق قهوتك. حماتك ما بتحبك. مو مهم، المهم ابنها يحبني. أي الله يديم المحبة. خير أنسة غدير، تريدي شيء؟ بدي اشوف حضرة المديرة. بخصوص شو؟ في استراحة طالبتها مني. ايه تفضلي تفضلي. ايه عن اذنكم. شو أبو فاضل؟ بينتها معجبة. إن شاء الله بتتحورى. إيه أنا مرتي ما ببدلها بنسوان العالم كله. برافو عليك، هيك بدي إياك. تفضلي حضرة المديرة. صدقتها من لجنة فحص الموظفين؟ نعم مصدقتها. مو مشكلة، الجايات أكثر من الرايحات. وينها هلأ؟ عندي بالمكتب. آنسة غدير، ما بدي إياكي تتساهلي معها أبداً، بتداوم مثلها مثل غيرها، مفهوم؟ مفهوم حضرة المديرة. ولا تخافي منها كونها مدعومة. إذا رفضت لك أي طلب بيتعلق بالشغل بتجي لعندي فوراً وبتخبريني، وأنا بعرف شغلي معها. حاضر حضرة المديرة. يعطيكي العافية. خربانة. ممكن أعرف ليش عم تضحكوا أنت وياها؟ ديما حكت لي نكتة بتفقع من الضحك. بالله شو؟ حكيت لك النكتة من عندك لعندها وأنا قاعدة ما سمعتها؟ ايه يا ستي، حكت لي اياها بالتخاطر، ما هيك ديما؟ مزبوط بالتخاطر والله. انت ليش اليوم تأخرتي على الدوام؟ مين قال لك إني جاية داوم حبيبتي؟ ها ليش لساتك مريضة؟ طبعا لساتني مريضة، إذا مالك مصدقة تعي فحصيني. ايه بس انا ماني شايفة عليكي اي بوادر مرض. حبيبتي لا تاخدي وتعطي كتير، روحي اعطيني إحالة من دفتر الإحالات ولا تتدخلي بالشي اللي ما بيعنيكي، أوكي؟ انا ما بيعنيني؟ انا رئيسة هذا القسم وانت موظفة عندي انا، وكل الامور بتعنيني انا. لا مو معقول عن جد، خوفتيني. لكي دي بشع بشع. جبريني مسكي الشبك. هاتي يا ماما دخيلك. آنسة غدير، عطيها هي أحالة وتصطفل منها للدكتور، أصلا ما لها طاولة تقعد وراها، وين بدنا نقعدها؟ ايه انسة غدير، اعطيها احالة وخليها تتيسر. تفضلي. ابو سعيد، لك ابو سعيد وينه؟ أمري. خرب بيتك رعبتني. سيك الإحالة وروح لعند الدكتور خليه يعمل لي استراحة شي 9 أيام، يا يبحبحهم شوي قد ما بيحسن يبحبحهم. يعني عين. يلا أنسة عتاب، تفضلي استريحي أحسن ما تضلك رايحة جاي. لا شكرا كثير، مستعجلة. ولوين مستعجلة؟ ست هبة بظن هذا مو شغلك. ايه. شو ابو سعيد؟ سنة لتروح ترجع من عند الدكتور؟ كان عنده مرضى كثير، مهم وقع لك الاستراحة؟ ما مشي الحال. ليش لحتى ما يمشي الحال؟ ما رضي يعطيكي ولا يوم استراحة. وليش بقى؟ ما بعرف، قال بده يشوفك ويتأكد من مرضك. هو قال لك هيك؟ ايه نعم. انت متأكد من حكي ابو سعيد؟ ايه نعم متأكد. شو الظاهر جن هالدكتور؟ ما بعرف، كل الموظفات اللي مثلك عم يشتكوا من هالحالة. ايوه ايه نعم. عم يشتكوا. إيه. هاته لشوف، هاته انا رايحة لعنده.
شبك لسانة خانم، شبك؟ ميسرة. لك شو القصة؟ مس غدير شو القصة؟ شوفي، كأنه الدكتور صاير بخيل بالاستراحات المرضية؟ هلا إذا صار الدكتور يطلب المريضة مشان يفحصها صار بخيل بنظرك؟ ما بعرف، له بالعادة يعطي الاستراحات على التليفون، ما هيك هبوبة؟ هلا بعد شوي بروح لعنده مشان اخذ لي وصفه، اذا تقلها بيكون كريم واذا ما تقلها بيكون بخيل. يا على عيونكم، اشتغلوا بلعي. تفضلي سيدتي، هاي الموبايل شغال وهي الشاحن كمان وهي الورقة الصغيرة رقم الموبايل تبع حضرتك وموبايل السيد الوزير. تفضلي. سلمون. وهي الفاتورة حق الموبايل. مو كتير هيك حقه؟ لا نحن جبناه بسعر معقول. طيب يسلموا. شكرا. شوف شلون بيشتغل هذا. مرحبا دكتور. أهلين. كيفك دكتور؟ شلون خطيبتك؟ على فكرة البابا رح أنسة عتاب احكي شو بدك على السريع لأنه مالي فاضي، عندي مرضى برا بدي أفحصهم. تفضل. بدي اتوقع الاستراحة. وقعه وبس؟ يعني تعطيني كم يوم استراحة. آسف ما بقدر. خير شو في؟ زعلان من شي؟ مو قصة زعلان، بس أنا مالي شايفك بحاجة لاستراحة مرضية. بس أنا مريضة وإذا بدك فحصني. شو عم يجعي؟ راسي عم يجعني. إيه هاي بسيطة، ممكن أكتب لك حبل وجع الراس. إيه بس أنا الحب ما بيمشي حاله معي. أنا ما بيروح وجع راسي إلا إذا ارتحت لي كم يوم. أنا آسف ما بقدر أعطيك استراحة. هيك لكن. إيه نعم. إذا بدك مصاري بعطيك. قديش عادة عم تاخد على اليوم؟ أنسة عتاب تفضلي اطلعي لبرا. عم تقلعني؟ فهميها مثل ما بدك. هلا صرت تعمل علي شريف مكة؟ أنسة عتاب احفظي أدبك وضبي لسانك واطلعي لبرا أحسن ما أنده أبو جابر طالعك بالقوة. ما في داعي لأبو جابر أبدا، أنا بطلع لحالي. بس قبل ما أطلع حابة خبرك إنك أنت الخسران. وبعدين؟ قلعني من مكتبه ورفض يفحصني. ما معه حق، رفض يفحصك؟ إيه نعم، أنا كنت ناوية أشتكي عليه للنقابة بشكل رسمي، بس ما حبيت شرشحه. قلت لحالي حضرتك تتحققي معه، بتعرفي ليش هيك عم يعمل؟ بعدين مثل ما حضرتك بتعرفي هو متعاقد معنا على أساس إنه يفحصنا ويعالجنا ويكتب لنا روشتات واستراحات، وعم يقبض راتب على هذا الشيء. ما بيحق له أبدا يرفض إنه يعالج أي موظف أو عامل، ما هيك؟ معك حق. شرفي. ليش هدول؟ مشان تكتبي لي تقرير مفصل على الشيء اللي صار بينك وبينه، مشان نحقق معه على أساسه. إيه بكتب. أستاذ شاكر، دريت شو صار؟ شو صار؟ المديرة العامة. أحطولها؟ لا. لكان شو؟ عم بيحققوا معها؟ لا. لكان شو بها؟ لغت العقوبة اللي حضرتك اقترحتها للموظفين الذاتية. أنت متأكدة؟ طبعا متأكدة، في شي مرة خبرتك خبر وما طلع صحيح؟ قولي في شي مرة خبرتيني خبر وطلع صحيح؟ إذا مالك متأكد يا أستاذ شاكر، دق للشباب بقسم الذاتية وهن بيحكوا لك. إيه ما بدي أحكي مع جوز الست. احكي مع الحبيب. لا احكي مع قسم النسخ. الله جبتيها. الله يطعمك يا ست ماجدة، نظمي تكون لغيت العقوبة اللي اقترحتها. ألو مرحبا. ايه صحيح السيد المديرة العامة لغت العقوبة اللي اقترحتها بموظفي الذاتية؟ قري لي قرار الطيلة شوف على شو استندت ولغت العقوبة. لك شو بدي اعمل فيكي انا؟ لا تهور استاذ. لو بيطلع بايدي كنت قعدتك ببيتك انت وكل الموظفات امثالك. اطلعي لبرا. خير استاذ، ليش عم تقلعني؟ شو عملت لك انا؟ ليش خبرتيني نص الحقيقة؟ ليش ما قلتي لي انه ما لغت عقوبة جوزها؟ ها؟ وشو الفرق؟
المهم لغت عقوبة أنت مقترحها، أنا برأيي ما لازم تسكت لها بنوب يا أستاذ. رح عد ل3، إذا لقيتك بعد منا قدامي رح أعاقبك. لا تحمل سلاح أستاذ. خلص طالعة، استفدنا منك بخبر. السلام عليكم. طلعت ذكية وما لغت العقوبة لجوزها. أكيد خافت مني. وليش لحتى ما تخاف؟ أنا نائب المدير العام هون، مالي طرطور. أخبار جايبت لكم آخر خبر وأجت خبر شو في؟ المدير العام لغت عقوبة لأمجد وغسان وخلت عقوبة جوزها هادي. عم تحكي جد؟ ولو في بالعادة احكي غير الجد؟ طيب وليش عملت هيك؟ هي ما بدها ليش، واضحة مثل عين الشمس. هاتي لنشوف، وضحي لنا اياها. يا ستي سمعت لكم امبارح انه جوزها عذبها كثير، هلك وفي ناس عم بيقولوا انه ضربها. قامت مشان تنتقم منه لغت عقوبة أمجد وغسان وخلت عقوبته مشان تجاكره. يا لطيف ما أقواها. بالعكس برافو عليها، شو بده يعملها مثل الجارية؟ ايه بس بتكون هيك صبت على النار زيت، وبكره بتكبر براسه لهادي، وبجوز يضربها ضربة أقوى من ضربة امبارح. خلص حبيبتي، بعمره ما عاد يضربها. شو عرفك؟ ما عاد بده اياها ولا بده يشوف خلقتها، وفي ناس عم بيقولوا انه بده يطلقها. مين عم بيقول؟ في ناس سمعوه عم بيهدد بالطلاق بعد ما دري بالقرار. يعني هو معه حق ينقهر، بس انه يوصلها للطلاق ما له حق ابدا. بدي خبر سهى. الو سهى، اخر الاخبار. اوكي، هذا مشي حاله. تفضلي مدام، هي كل الاوراق اللي طلبتيهم. يسلموا هالايدين، شكرا كثير. خير؟ في شي بدك تقولي لي اياه؟ ليش استاذك واقفه؟ ايه لا ايه لا، حلوه، عجبتني كثير. شلون زبطت معك؟ ما في شيء. لا ما في شيء. بلا في شي احكي. عم يقولوا شو عم بيقولوا؟ عم يقولوا ويقولوا شو ما يقولوا، شو عم بيقولوا؟ احكي لا تخافي. عم يقولوا انه الاستاذ هادي شو هو الاستاذ هادي؟ انه الاستاذ هادي زعلان منك لانك ما لغيتي له العقوبه وبده شو بده يطلقك. ايه معك حق تضحكي على هيك اشاعه سخيفه، يعني ما معقول واحد يكون مرته مديره عامه ويطلقها. كمان انا رايحه مشوار صغير ما بطول، هون بالمديريه. قلتي لي لاني مديره عامه. انا اسفه مدام، مو قصدي. احتملتي سياده المديره. اهلا ابو سعيد. يعطيكم العافيه شباب. والمجد شفت؟ ايه هادي حبيبي اللي سلمت علينا هلا هي ومرأة مو مرتك؟ لا مو مرتي، هي مرتي طلقتها، هي المديرة العامة، مو مرتي هي. قتلت ايها ابو المجد؟ ايه شو فهمت شيء؟ ايه فهمت؟ اذا فهمت فهمني شو القصة؟ انت عقلك سميك، مستحيل تفهم. روح شوف شغلك يلا. لك ايه اسمعي مني، مثل ما عم بقول لك بده يطلقها. لك ايه بده يطلقها، وعم بيقولوا كمان انه بده اياها تتنازل عن مأخرة ونفقتها، وعم بيقولوا انه ما رح يعطيها ولا غرض من اغراضها. الله لا يوفقه، بده يطلعها بالثياب اللي عليها. لك ايه عم بقول لك بده يطلقها اليوم حبيبتي تسمعي الخبر. مسكينه يا حرام، اخذ للي وراها واللي قدامها خلاها على الحديده. شو بعرفني رجال اخر زمن، كنت متوقع شيء احسن من هيك، بس يلا هلا. وعم بيقولوا كمان انه بده يشلحها كل الذهبايات اللي عندها قبل ما يطلقها. اهلين سياده المديره. ليش سكرتي الخط؟ ما بدك تسمعي شو عم بيقولوا؟ انا ما دخلني، هن اللي كانوا عم بيقولوا. ليش حدا قال غير هيك؟ لا انا اللي سمعته كنت عم بقول لها يا والله العظيم ما زودت ولا حرف من عندي. معناتها ما سمعتي بقيه الخبر. ليش له بقيه؟ طبعا. شو الاستاذ هادي فكر انه اليوم اول نيسان
فحب يمزح معي هيك مزحة. شو؟ او اول نيسان. يلا لكن مسكي التليفون ورجعي احكي مع كل يلي حكيتي معهم وقولي لهم تتمة الخبر. حاضر. شو مدام هبة؟ فاصولية؟ شو قديش الكيلو اليوم؟ 50 ليرة. عم تمزحي؟ معقول فاصولية ظريفة وصغيرة هيك بس ب50 ليرة؟ والله رخيصة. شايفة شو رخيصة؟ تريدي وصيلك على كم كيلو؟ مدام هبة، هي آخر مرة بشوف هيك مسخرة بالمكتب. بدك تمشطي فاصولية بتمشطيها بالبيت. هون مكان عمل. حاضر. عندك عقوبة حسم 1% لمدة شهر. وانت كمان مثلها. انا ما دخلي بالفاصوليا هدول. لا انا ما باكل فاصوليا خضراء، بحبها حب. عقوبتك مو مشان الفاصولية، عقوبتك لأنك عم تضيعي وقت العمل بأمور ما لها علاقة بالعمل. وانت آنسة غدير، إذا بشوف تاني مرة هيك مسخرة عندك بالمكتب رح أعاقبك إلك كمان. شو وين آنسة عتاب؟ راحت عند الدكتور تاخذ تقرير طبي. ارفعيها غياب اليوم. بس بركي رجعت وجابت معها. اعملي مثل ما قلت لك. كله منك انتي. يلا انا اللي قلت لها تيجي وتشوفك عم تطبخي لي فاصوليا هون. بس انتي اللي طلعتي الاشاعة اللي خليتها تيجي لهون وتشوفني. اسمعي يا انسه دين، من هلا ورايح ما بتطلعي من المكتب الا باذني انا، وما بتستعملي التليفون الا باذني انا، مفهوم؟ حاضر. وانت يا مدام هبه بدك تبطلي لي بقى هالفاصوليا والبقدونس والمحاشي، تعمليهم ببيتك وبتيجي على المكتب للشغل بس، مفهوم؟ حاضر. هيك السماعة. بس تليفون واحد ولا كلمة. طيب تسمحي لي روح ربع ساعة على الحمام؟ لا. يا ربي الله يخليكي، عن جد بس ربع ساعة، والله مضطرة كتير 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 مضطرة. الله يوفقك. أنا ما لازم طنيش عن زعل أمي، بعدين بتكبر القصة ويصير حلها أصعب. لازم أقول عندها وحكيها مشان ما تقول عني بعدين مالي مهتم لزعلها. أنا رايح. لوين؟ لعند أمي. شو يا صارت معه عادة يحمل حاله ويمشي قبل نهاية الدوام؟ اتركه بهمه. اتركه بهمه؟ شو كلياتنا اولاد 9 ولا هو مميز عنا؟ هو بيمشي ونحن منضل ملطوعين لاخر الدوام. روح اطلع. لوين؟ لعند امك. لعند امي؟ لا ماني رايح لعند امي، انا ما صدقت امتى التغت العقوبة، ماني مستعد تجيني عقوبة جديدة. لكن ضب لسانك وروح التهي بشغلك. رح ضبه بس وحياة الشوارب الا ما يجي يوم وبقى لها البحصة. ايه ده؟ لك لا تقيها. خليكي قاعدة. وينه أبو فاضل؟ بالبوفيه عم ينطفوا، بتريدي منه شيء؟ أنا بروح لعنده. بالأمس كانت تهوى وجودي واليوم صارت تنسى وعودي، يا ويلها ماذا بها أتظنوني عبد الله أنا الله. أهلين سيادة المديرة، حضرتك هو من زمان؟ من وقت اللي كانت تهوى وجودك. ايه شو هاد يا ابو فاضل؟ شو هالصوت الحلو هاد؟ بشو بقدر أخدمك يا مدام؟ عندي ضيف رجال وضيف كتير مهم وبدي منك تغلي له فنجان قهوة، ممكن؟ والله إذا كان رجال ممكن، بس أنت ليش غلبتي حالك وإجيتي لعندي؟ كنتي رني لي الجرس وأنا بجي لعندك. حبيت اتمشى شوي وحرك رجلي لأنه مثل ما بتعرف الكرسي بتعب. طيب والضيف؟ أنا ضيف؟ الضيف اللي تركتيه بمكتبك، شلون تركتيه لحاله؟ أنا قلت لك إنه هو عندي، أنا قصدي إنه هلأ بده يجي وهو مستعجل ما رح يقعد كتير، فوتي طلع على السريع، مشان هيك بدي إياك تغلي القهوة فورا. رح أحط الركوة على النار رأسا. بس رن لك الجرس تجي لعندي. إيه؟ حاضر يا مدام. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو هاد؟ الست المديرة العامة بنفسها اجت لعندي مشان تطلب فنجان قهوة. لك ايش بتكون التواضع حلو، ولك حبابة هالمديرة حبابة. مدام سماح، أنا فايتي ارتاح بمكتبي شي نص ساعة، لا تدخلي لعندي حدا أبدا
الا ابو فاضل. مدام هدول الاوراق ضروري. بعدين